في كأس إيطاليا، والآن مع فيورنتينا يبحث عن شخصية وهوية. كرة ملعوبة عالية بالراس، هدف أول لأتلانتا، جول أول لأتلانتا عن طريق اللاعب زابو كوستا، يسجل أول الأهداف لأتلانتا 1-0 بعد 8 دقائق فقط. أتلانتا يفتتح الأهداف ويفتتح الشباك عن طريق اللاعب زابو كوستا، يسجل الهدف الأول، يسعد جماهير أتلانتا ويغضب جماهير فيورنتينا اللي تقام المباراة على ملعبهم. الآن أتلانتا يتقدمون بالهدف الأول، هدف لاعب واحد فقط في الحائط البشري. كرة ملعوبة عالية بالراس، عاد فيورنتينا مرة أخرى. اللاعب الأرجنتيني باسينتا يسجل ويعود لفيورنتينا مرة أخرى، ومن نفس الكأس يا أتلانتا. أتلانتا تقدم بكرة رأسية، والآن الأرجنتيني يعود بكرة رأسية. شوفها بالراس، حارس المرمى سبورتيلو أصبح كاميرا من كاميرات اللقاء. 2 في المباراة، هدفين لكن 1 لأتلانتا، والآن التعادل لفيورنتينا 1-1 على يمين حارس المرمى سبورتيلو. فيورنتينا يعود مشاهدينا مرة أخرى عالية الآن عند محمد صلاح، وصلت الآن فرصة للثاني، حرام الزين يكمل حلا بكرة ديامنتي. فرصة جميلة وهدف عند ديامنتي جميل يسجله، هدف ثاني لفيورنتينا. 2 مقابل هدف بعد طول انتظار. ديامنتي يسجل الهدف الثاني في اللقاء. وصلت عند ديامنتي، موه بالقدم اليسرى ووضعها بالقدم اليسرى. 2-1 فيورنتينا 2 وأتلانتا 1. الهدف المنتظر في آخر ربع ساعة من شوط المباراة الثاني. أتلانتا الآن يفكر في العب فيها، إنه منبهر من قدرات محمد صلاح. والآن فرصة لصالح أتلانتا، جول التعادل من يادوم يوكي. يا فرحة ما تمت يا فيورنتينا، البديل ناجح، البديل اوكي، البديل توب. يوكي يسجل هدف التعادل، هرب من خلف المدافعين وسجل هدف التعادل. 2-2 نتيجة أتلانتا وفيورنتينا. دعونا نقول بأن أتلانتا يحرج فيورنتينا في لقاء اليوم. 2-2 السريع، الكرة في الجهة اليمنى ملعوبة الآن عند محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، عرضية في المرمى، محمد صلاح في الصناعة وباسكال في النهاية، وفيورنتينا بخير. دام جاهم محمد صلاح 3 أهداف مقابل هدفين. كان الحديث عن الحقائق لمحمد صلاح والحقائق لفيورنتينا بأنها حقيقة واحدة. محمد صلاح في الصناعة، أتغنى في من صنع، وبعد ذلك باسكال في النهاية. شوف 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 الكرة باتجاه المرمى. لا والله مو بمحمد صلاح، لكن خلل التغني بمحمد صلاح.
كرة عرضية كانت باسكال في النهاية، فرنانديز في الكرة، وباسكال في النهاية فيورنتينا ب3 أهداف مقابل هدفين. فيورنتينا ثلاثية مقابل هدفين.